يا مساء الجمال. حكايتنا بدأت مع عائلة بوين اللي بتدور على بيت جديد بعد ما الظروف المادية بتاعتهم بقت صعبة شوية. إيريك اللي هو الأب لقى بيت سعره معقول وعجب مراته إيمي قوي. حتى العيال ميديسون الصغيرة وكانجي المراهقة كان عاجبهم البيت، على عكس ابنهم جريفن اللي بيخاف من كل حاجة. بس في الآخر إيريك ومراته قرروا إنهم يشتروا البيت وما يعرفوش إن المكان ده عبارة عن بوابة لعالم تاني. المهم العيلة نقلت على طول، وأول ليلة ميديسون كانت بتلعب مع جريفن في أوضتها قدام أوضة الملابس، ولما مامتها دخلت اتفاجئت بماجي بتقول كلام غريب اللي هو إن البيت ده عايش فيه ناس تانية بس مش عاجبهم المكان وعايزيني أوصلهم عند النور. لكن إيمي ما اهتمتش بكلامها، وبعدها أخدت جريف وراحت تنيمه في أوضته. وعلى حظه الأسود أكتر أوضة مرعبة في البيت كانت من نصيبه وبتطل على شجرة شكلها مخيف. وفي أول ليلة بدأ الرعب لما جريف صحى من نص الليل وشاف أخته حاطة إيديها على التلفزيون وكأنها بتحس بحاجة جوه وبتكلم حد مش باين، وبتقوله أنا ممكن أجي معاك بس أقول لماما الأول وآخد معايا أخويا. ولما سألها بتكلمي مين ردت أصحابي الجداد وصلوا. والمفاجأة لما شاف خيال أيادي كتير ظهرت من جوه الشاشة. هنا بقى تحس إن في حاجة مش مريحة بتحصل وإن اللي حصل ده كان تحذير، بس العيلة طنشت كالعادة. وفي الليلة التانية إيريك قرر إنه ياخد مراته ويتعشوا بره البيت من باب التغيير، وكانجي هي اللي كانت مسؤولة عن إخواتها الصغيرين. وقتها بدأت تسمع أصوات غريبة في البيت وقررت تشوف الصوت ده جاي منين، ويا ريتها ما راحت لأنها أول ما نزلت لغرفة الغسيل اتفاجئت بحد بيسحب رجليها من تحت الأرض. في نفس الوقت جريفن كان قاعد مرعوب في أوضته، وده بقى بيخاف من خياله أصلا، فما بالك بقى لما كل اللعب اللي في أوضته بدأت تهجم عليه وتحاول تموته. وكمان الشجرة اللي هو كان بيخاف منها كسرت ازاز الشباك ومدت في روحها عشان تمسكه، فهرب من الأوضة وراح ينادي اخواته. ولما دخل أوضة ماجي لقاها قاعدة في الأرض مرعوبة من الأصوات اللي بتخبط في خزنة الملابس بتاعتها. بس الواد من كتر الخوف أخد بعضه وطلع جري وساب أخته. وقتها الشجرة مدت عروقها وسحبته من رجله بره البيت، وماجي كانت لسه في أوضتها وخزنة الملابس بتاعتها اتفتحت لوحدها وظهر فيها نور غريب، واللعب بتاعت البنت بدأت تتحرك جوه الخزنة، وده اللي خلى ماجي تدخل هناك عشان تجيب اللعبة بتاعتها بكل براءة. وقتها بتتفاجئ بالكائنات اللي عايشة هناك بتسحبها جوه الضلمة. في اللحظة دي إيريك وإيمي كانوا في طريقهم للبيت، وأول ما وصلوا اتفاجئوا بجريفن متعلق على الشجرة، وكانجي كانت عمالة تصوت وتقول لهم الحقوني. بس اللي يخوف بجد إنهم دخلوا البيت وقعدوا يدوروا على ماجي في كل حتة ملهاش أثر. وحصلت أكتر حاجة مرعبة لما العيلة كلها بتسمع صوت البنت من التلفزيون بتنادي على مامتها وإيديها على الشاشة من جوه. واللي حصل ده خلى إيريك وإيمي مش عارفين يتصرفوا إزاي ومين أصلا هيصدقهم. عشان كده إيمي راحت للدكتورة بويل رئيسة مكتب الظواهر الخارقة وحكت لها على اللي حصل، فالتانية جمعت الفريق بتاعها وراحت تشوف اللي بيحصل في البيت ده. وبدأ الفريق يحط كاميرات مراقبة في كل حتة في البيت عشان يعرفوا إيه اللي بيحصل بالظبط وماجي راحت فين، وحاولوا يتواصلوا مع ماجي عن طريق التلفزيون. ساعتها البنت بتنادي على مامتها تاني وبتقول لها أنا عايزة أوصل لكم بس مش عارفة إزاي، وكلهم حواليا ومش عايزين يسيبوني. في اللحظة دي البيت كله بيتهز والنور اتطفى وشافوا خيال ميديسون بتجري جوه البيت، فإيريك قرر إنه يجري ورا الخيال ده. ولما طلع الأوضة إياها شاف بنت قاعدة في الأرض وكان مفكرها إنها بنته، لكن طلع كائن شبهها بيصرخ في وشه، وفي اللحظة دي اختفى. وده اللي خلى إيريك يتعصب وقعد يصرخ ويقول أنا عايز بنتي، هاتولي بنتي، ويضرب في الحيطة لغاية ما كسرها. وقتها اتفتحت بوابة تانية في سقف البيت مرتبطة بأوضة ماجي، واللي حصل ده خلى دكتور بويل تطلب المساعدة من دكتور بورك عالم الظواهر الغامضة عشان يساعدهم في إنقاذ البنت. ولما أخينا ده وصل قعد يفحص في البيت وقال لهم إن البيت ده مبني فوق مقبرة قديمة، والناس اللي بنوه نقلوا الشواهد بس وسابوا الجثث تحت البيت، والأرواح اللي موجودة تحت البيت غضبانة. وماديسون بقت محبوسة في عالمهم لحد ما توصلهم للنور ويقدروا يتحرروا، ولو راحت معاهم يبقى مفيش طريقة نرجعها بيها. فإيريك قال له يعني خلاص بنتي راحت، لكن بورك كان عنده خطة وهي إنهم يمدوا حبل بين البوابتين بتوع العالم ده، طرف في الأوضة اللي هي المدخل والطرف التاني في المخرج اللي في السقف.
وبعدها يركبوا كاميرا على الدرون اللعبة بتاع جريفن ويدخلوها البوابة عشان أول ما يشوفوا مادي يطلبوا منها تمسك الحبل وتخرج من العالم التاني. وبدأت الخطة، وبالفعل الكاميرا صورت عالم موازي شبه بيتهم بالظبط، لكن مليان بملايين الكائنات والأرواح المرعبة. وفي وسط كل ده شافوا مادي، وأول ما إيمي طلبت منها تمسك الحبل وتخرج من هناك الكائنات دمرت الكاميرا. وقتها الكل بدأوا يتعاركوا على مين يدخل البوابة وينقذ البنت، لكنهم بيتفاجئوا بجريفن اتخلى عن خوفه وقرر يدخل البوابة وينقذ أخته. ولما وصل لها الأرواح حست إنه هياخد الأمل الوحيد ليهم عشان يتحرروا، فبدأوا يهاجموه ويقطعوا الحبل. بس جرينف مسك أخته وقدر يوصل بيها للمخرج، ورجعوا بيتهم بسلام. والعيلة قررت تسيب البيت وتمشي. بس المفاجأة لما إيمي سألت بنتها انت ساعدتي الأرواح توصل للنور؟ مادي قالت لها لا. ساعتها العربية بتاعتهم طارت في الهواء واتسحبت جوه البيت تاني، ومادي اختفت للمرة التانية. فإيريك وعيلته طلعوا يلحقوها قبل ما البوابة تسحبها تاني والأرواح تاخدها للنور وتختفي للأبد. ساعتها بورك فهم إن الكائنات دي مش هتسيب العيلة غير لما تتحرر، فقرر إنه يدخل البوابة بنفسه ويوصلهم للنور عشان ينقذ مادي. وبالفعل البنت وعيلتها خرجوا من البيت وركبوا عربية تانية وهربوا، وبورك دخل البوابة ووصلهم للنور. وبعدها حصل انفجار كبير في البيت، وشعاع نور طلع للسماء ونقل الكائنات دي للعالم الآخر. وفي النهاية بنشوف العيلة راحت تدور على بيت جديد. وأول لما وكيل العقارات ابتدى يشرح مميزات البيت، إيريك قطع عليه وقال له اوعى يكون البيت ده على مقبرة برضه. فالوكيل ضحك وقال له لا طبعا، فرد تمام بس احنا مش هنستنى نشوف، وراحوا سايبين المكان. وكده تخلص حكايتنا. لو عجبك الملخص ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والسبسكرايب. كل وسائلنا على السوشيال ميديا هتلاقيها تحت الفيديو وفي أول كومنت. باي.